يقضي قاسم الضابط في الجيش الوطني وقته بين هذه الجبال الوعرة التي تبدو له متشابهة وبلا معالم، سوى أنها تحتضن رفاقه وسلاحهم وأحلامهم ويختبئ فيها عدوهم. سنتان قضاهما قاسم بعيدا عن أسرته منذ أن غادر عمران وتوجه مع من تبقى من اللواء 310 إلى مأرب، بعد أن كانوا آخر من قاوم تقدم الحوثيين باتجاه صنعاء. يتحدث قاسم عن أحلام العودة إلى بيته. أخي في الكتيبة التاسعة اللواء 141 لنا أكثر من 6 أشهر لم نلتقي، لنا من أبنائنا أكثر من 1 سنة و7 أشهر. أمي رحمها الله توفت ولم نشوفها. يجري حمود الجندي السابق في الحرس الجمهوري نحو صخور قريبة محاولا تجنب قصف ميليشيا الحوثي وقوات صالح. يقول حمود إن قراره مع عدد من زملائه كان قاطعا بالانشقاق عن الحرس الجمهوري بعد أن أصبحت معسكراته مصدر قصف متواصل للمواطنين اليمنيين. من لواء 22 مدرع في الحرس الجمهوري كان في تعز، فمن خلال ما كانت التوجيهات من خلال القيادة يعني إجرام، فنحن تربينا على عقيدة ومنذ يعني كان في فطرة إسلامية، فلا يعني لن يرضينا الضمير نحن نفعل الجرائم الذي كان يأمر بحرق الساحات. وجد حمود رفاقا بعضهم زملاء قدامى والبعض من المجندين الجدد ليشاطرهم غذاء قليلا وأحلاما كبيرة. يفضل حمود هذا المكان المرتفع والخطر ليراقب العدو وليسترق لحظات التغطية النادرة للهاتف للاتصال بأسرته، وإن خانته التغطية لم تخنه الذاكرة ليحكي لأصدقائه ويطلعهم على صور لا تفارق ذهنه وهاتفه. تأتي هدنة وتغادر أخرى دون وقت لإطلاق النار، لكن هؤلاء الجنود والمقاومين لا يغادرون مواقعهم، ولا تغادرهم أحلام النصر والسلام والعودة للأهل والأوطان. عبد الكريم الخياطي، الجزيرة، مأرب.